مين ده اللي مش فاهم صح؟ يلا ده انا مهندس، يلا انتباه يلا وانا بكلمك. حاصل بقى مشكله ازاي بقى نموت خنفسه بس يعني المشروع تعطل بسبب خنفساء. يعني خنفسه ايه مستوى الشغل اللي عندك اللي يستدعي ان انت توظف معاك مهندس؟ في الفيديو ده انا هقول لك بالظبط امتى تستغني عن مهندس، مش بس في مرحله التصميم، لا ان انت تستغني عن ان انت تجيب مهندس اصلا في المشروع كله. في البدايه خالص المشاريع بتتدرج بدايه من مدينه جديده لقريه سياحيه انتهاء بالعقار بتاعنا او الشقه بتاعتنا. قولا واحدا من البدايه، انت لو عايز مهندس بس عشان يعمل لك ديكورات على الحوائط او على الاسقف بلاش تجيب مهندس اصلا. لو انت عايز معاك مهندس عشان يقول لك فين الحمام وفين اوضه النوم ما تجيبش مهندس اصلا. بس خلاص اديك عرفت اهو امتى ما تجيبش مهندس، خلاص الفيديو كده خلص بالنسبه لك. تجيب مهندس امتى معاك في المشروع عشان تحس بفرق حقيقي مع المهندس ده؟ لما تكون عايز منه ان هو يستلم ويشرف على بنود الاعمال بالاضافه للتصميم. ليه بقول لك كده؟ لان اولا وجود المهندس معاك في الشغل في اي بند مهما كان صغير مش بيجي بشكل مجاني، ده اكيد. وهنا انا مش بس بتكلم على الاجر بتاع المهندس معاك، انا بتكلم على وجود مهندس اصلا هيخليه يقول لك ايه الصح اللي يتعمل في كل بند. الصح عشان يتعمل بيكلف اكتر وبيحتاج مسؤولية أكبر. احنا في كل فيديو بنناقش فكرة معينة من خلال بند معين في الأعمال بتاعتنا، علشان في آخر الفيديو تبقى أنت عرفت معلومات جديدة عن بند معين في الشغل، وفي نفس الوقت أخدت الموضوع من خلال منظور مختلف شوية. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الخرسانات والحفر، في الفيديو اللي قبله اتكلمنا عن المباني. خلينا في الفيديو ده ناخد المحارة من خلال منظور الفيديو بتاعنا النهاردة. يعني مثلا في بند المحارة ده لو المهندس مش موجود معاك في الشغل وأنت بتمحر الواجهة بتاعتك ولا الشقة بشكل داخلي، هل يعني الحيطه هتقول لك لا ما تمحرش؟ انا مش هينفع، هتتمحر وتمام مفيش اي حاجه. طب هو المهندس بيفرق ايه بالظبط في وجود بند زي ده؟ يعني ان هو موجود معاك في المحاره هيفرق في ايه بالظبط؟ ما كده المحاره هتبقى موجوده وكده المحاره هتبقى موجوده. الفرق اللي هو هيعمله اولا اصلا قبل المحاره، ما هو المهندس شغلته مش بتبدا مع بدايه البند نفسه، احنا دايما شغلتنا بتبدا قبل البند وبعدين بنشرف على البند نفسه وبعدين بنسلم البند ده للبند اللي بعده. ده الشغل بتاعي عشان تعرف تستفيد من وجودي معاك. الحاجات اللي انا ببدا اشوفها هي الخرسانات بتاعتي ظروفها ايه، المباني بتاعتي ظروفها ايه، التاسيس عندي خلاص كده مكتمل ولا محتاج ان انا اضيف حاجات سواء في تاسيس الكهرباء او الصحي او غيره. يعني وصلات التكييف في مكانها، وصلات الصرف الصحي في مكانها، كل الكلام ده متظبط مع بعضه بشكل كويس عشان خاطر لما يسلمني البند المحاره ما اضطرش ان انا اكسر فيه واعمل محاره في اجزاء معينه. وبعدين باجي اشوف هو الجبسن بورد هيبقى مكانه موجود فين، عشان خاطر لو في مكان يعني بشكل بديهي جدا، يعني لو في مكان عليه مثلا جبسن بورد بشكل كامل مش محتاج يتمحر كنوع من التوفير. واماكن الفتحات الابواب والشبابيك والكلام ده كله، ايه الشباك اللي هيبقى الوميتال واللي هيبقى خشب والكلام ده كله. عرفنا الكلام ده كله، يلا بقى نبدا بشكل فعلي في بند المحاره، نشتري المعدات بتاعتها ونتفق مع الراجل بتاعها. اول حاجه المبنى بتاعك الزوايا بتاعته مظبوطه ولا فيها مشاكل؟ يعني الزوايا بتاعته قائمه ولا محتاجه ان هي تتظبط؟ والزوايا دي هل في فرصه ان هي تتعالج بالمحاره ولا لا؟ وانا ليه بقول لك الكلام ده واحنا لسه في بدايه بند المحاره ده؟ علشان خاطر لما اجي اتفق مع صنايعي المحاره او المقاول بتاع المحاره يبقى فاهم هو هيعمل بؤج واوتار وتأكيس وتربيع ولا هيشتغل بس بؤج واوتار بس. ما ده على حسب برضو. في حاله ان الزوايا دي غير قابله ان هي تتصلح وخلاص مفيش امل ان هي تتصلح في المحاره، فانت خلاص مضطر ان انت هتعمل بؤج واوتار بس وهتستلم كل جنب بشكل منفرد، يعني مش هستلم الزوايا القائمه في الاركان. والكلام ده مش بس مهم معايا في بند المحاره بس، لا ده كمان مهم معايا علشان خاطر في بند الجبسن بورد بعد كده ابقى عارف ايه المشكله اللي اترحلت معايا بسبب الحوائط للمحاره ومن المحاره للجبسن بورد بتاعي. وبعدين حاجه تانية علشان خاطر اعرف نسبه الزياده في السيراميك هتبقى قد ايه. ما انا خلاص بقى عندي في شطره مثلا في الاوضه دي، فدي هتاخد سيراميك معايا زياده، هتبقى نسبته كام؟ ما دي حاجه انا بضطر اعرفها يعتبر من بعد المحاره مثلا. وبرضه عشان ما نبقاش سيبنا معلومه متعلقه وخلاص، هي امتى الجنب بتاع الحيطه ما ينفعش ان انا اعالجه بالمحاره؟ لو لقيت نفسك هتربي على الجنب بتاع الحيطه اكتر من 2 سم ونص او 3 سم محاره، نصيحه بلاش تكتر عن كده في المحاره، لان بشكل او باخر المحاره دي مع الوقت هتشرخ وهتحصل فيها مشاكل، يعني بلاش منها. وطبعا كالعاده احنا ما صدقنا دخلنا على طول في بند المحاره ونسينا اصلا ان في بند شبك معدني بيتدق قبل المحاره. وانا هنا بقول شبك معدني مش الشبك البلاستيك اللي ملوش اي لازمه ده. واماكن وجود الشبك المعدني ده بيكون دايما في الفواصل اللي ما بين الطوب والخرسانات او احيانا في الاركان بتاعه الشبابيك او الابواب. طبعا ده بالاضافه للاماكن البديهيه اللي هي الاجزاء اللي كان عليها تكسيرات لخراطيم الكهرباء والكلام ده كله. والمسامير لما بتيجي بتدق على مسافات قد ايه وشكلها بيبقى عامل ازاي كمان. وبالنسبه لك انت كصاحب عقار سواء شقه او بيت، هل المواصفات الزياده دي كلها من المهندس ده بتيجي بالمجان؟ اكيد طبعا لا. انا مش بس بتكلم عن اجر المهندس نفسه، لا طبعا
انا بتكلم على المصنعيه، بتكلم عن زياده خامات كمان. بمعنى المهندس مثلا في الشقه بتاعتك بالنسبه للشبك هيراعي ان 100% من الشقه او على الاقل 95% من الشقه الاجزاء اللي محتاجه شبك عليها شبك. لكن مثلا في حالات تانية لو انت غطيت 70% بس من الاجزاء اللي محتاجه شبك، هي دي بس الاجزاء اللي اتغطت شبك، فده معناها ان انت عندك 30% من الشقه هتبدا تظهر فيها شروخ، وكمان هتبدا تبان بعد الدهان. فبالاولى ان انا لو في مشكله هتظهر عندي في المستقبل احلها وانا في البند بتاعها النهارده. وبعدين في الاول وفي الاخر انا كمهندس ليه بقول لك كل الكلام ده؟ هل انا عايز اعقدك مثلا عشان خاطر ما تجيبش مهندس اصلا والصنايعي يحط شويه الاسمنت بتوعه في اي حته وخلاص، وايا كان الشكل اللي تطلع ترضى بيه خلاص؟ اكيد لا. دايما لما بتلاقي عماله او حتى صاحب العقار فاهم الشغل وفاهم البنود الهندسيه بالظبط ماشيه ازاي، ده بيكون اريح ليا انا، ان انا مش محتاج اتناقش كتير في ليه دي هتتعمل وازاي دي هتتعمل ودي هتكلف اكتر، دي هتتشال، دي هتبقى موجوده. دايما اللي فاهم اكتر هو اللي بيريح اكتر، بالاخص في الشغل ده. والمشكله التانية اللي بلاقيها بتتكرر بشكل كتير جدا في غياب المهندس مع بدايه البنود دي، هي ان مثلا المقاول اللي واخد منك الشغل، يا باشا احنا كل مكان محتاج شبك هنقول لك فيه شبك، ما احنا بنتكلم على المحاره دلوقتي. فبعد كده الاجزاء كل الفراغات بتاعتك هربعها لك بالظبط في الفراغات الداخليه، خلاص ده اتفاق الشغل وعلى اساسه بيحدد سعر المصنعيه بتاعته. نبدا واحنا بنشتغل بالفعل. بص يا باشا لمصلحتك مش هينفع اربي لك 5 سم على الجنب هنا عشان اربع لك الغرفه، مش هينفع دي تتربع، وهكذا في الغرفه اللي جنبها. بعدين الشبك هنا ما فيش منه داعي نوفرهم كام متر الشبك دول، يبقى هو دق لك مثلا بدل 100% من الشبك الاماكن اللي محتاجه دق لك 70% بس. وبعدين الاتفاق كان ان كل اجزاء البيت بتاعتك او الشقه بتاعتك هتبقى مربعه، مش كلها بقت مربعه. ما هو خلاص، ما هو الراجل بيقول لك انا خايف على الجبسن بورد بعد كده فمش عايز ابوظه لك، انا مش عايز اربي لك اسمنت كتير، ما هو الحته دي هتقع منك وهتشرخ، انا خايف عليك. في الاخر النتيجه ايه؟ ان هو متفق معاك على 100% من الاعمال اللي اتنفذ واللي اتعمل بالفعل هو 80 او 70% بس المصنعيه نفسها ما قلتش اي حاجه، يعني هو متفق معاك على 100% سلمك 70%. فدي مشكله برضو بلاقيها موجوده وبشكل كبير ومتكرر جدا. فلما يبقى في مهندس مثلا في حاجه زي دي من البدايه، من الاول هو عارف ان الغرفه دي مش هتتربع، فمش هيتفق على سعرها على اساس ان هي تتربع. وبعدين لما يجي يعول هم الجبسن بورد بعده ولا السيراميك، انت مالك؟ انت تشتغل في البند بتاعك تعمله صح، واللي بعدك سيبنا نعول همه. ولو تلاحظ معايا حاجه في الفيديو بالكامل، انا ما كلمتكش بشكل مباشر عن المحاره، انا بدات معاك بالتاسيس الصحي والكهرباء وغيره، وبعدين بعد المحاره السيراميك والجبسن بورد. طيب انا ليه اتكلمت عن حاجتين وفي النص الحاجه الاساسيه بتاعتي؟ هو ده بالظبط دور المهندس معاك في الشغل، ان هو بيتاكد ان كل بند بيسلم البند اللي بعده بشكل مظبوط، وكل بند بيعالج المشكله اللي البند اللي قبله ما عرفش يحلها، مش المشكله اللي الصنايعي او عجز العماله اللي موجوده عندك هو اللي ما عرفش يعملها. وبرضه مش عايزك تفهم من كلامي ان انا بذم في الصناعيه او في المقاولين او في العملاء او اي حاجه، بالعكس دول اهالينا كلهم، بابايا واخويا وعمي وابن عمي. بس مع يوم شغل طويل جدا وشمس وتعب والكلام ده كله، اي بني ادم طبيعي اي حاجه هيحاول ان هو يتلاشى التعب بتاعها هيحاول يتلاشى التعب بتاعها. لحد هنا اتمنى ان الفيديو كان مفيد بالنسبه لك وقدم لك منظور جديد او فكره حتى مختلفه عن الشغل بتاعنا يبقى عامل ازاي. ما تنساش تشترك في القناه ودوس لايك، وسبت عليك لو في حاجه معينه حابب تشوفها في الفيديوهات اللي جايه.